شكشك وتسيب يا حبيبي الراب والروك وتعالى نرقص بلدي البلدي يا نور عيني. يا بوي يا ابن المحفوظه يا حازم، ده انت هتتجوز رقاصه. ايه يا اسطى؟ ده انت بتعمل، انت بتصور ايه يا اسطى؟ يا عم بقى، ما هي هتبقى معاك، مستكتر عليها الفيديو ده، انا هشغله لوحدي وانا قاعد بالليل. طيب يا نهى، يا نهى كفايه يا نهى، انت قلت لي هتهز هزتين وهتقعدي، وبقالك ساعتين عماله تهز وترقصي والرجاله كلها عماله تصور وترايل عليك. بقول لك ايه يا حزمتي ليله العمر، سيبني بقى اتبسط، ما تبقاش عيل متخلف كده وراجعي. تتبسط ايه؟ بقول لك الرجاله كلها اللي عماله تتبسط، ده حمدي صاحبي بيصورك عشان يتفرج عليك بالليل. بقول لك ايه يا بتاع انت، انا وافقت على الجوازه دي عشان اتحرر، مش عشان تمشي كلامك عليا وتعمل راجل. لا يا استاذ فوق. ماشي يا نهى، والله لا ربيك. احلى مسا على كل راجل ذكر شرفنا النهارده. الاستاذ اللي بيصور لايف ده يظبط الزاويه عشان العروسه بتحب تبان من الجنب، ويا ريت لما ترفع الفيديو ده تعمل منشن لمحكمه الاسره عشان الهانم دي طالق بالثلاثه. كملي انت بقى الترند يا نهى ويبقى لم النقطه. ودي يا دكتور كانت اول واحده اتجوزها وطلقتها في فستان الفرح، بس نهى يا دكتور كان عليها حته دين هزه، كانت ممزجاني، كانت بتهز كياني. يا ابني نهى دي مش عايزه واحد تتجوزه وتعمل اسره وبيت، انت عايزه لا مؤاخذه واحد بقرون تتجوزه تتصرف براحتها. خليك عارف يا ابني دايما ان اللي يخلوا نص التحتاني اللي يسوق يعرف ان قرونه هتعلى لفوق. فانت عملت الصح يا ابني، واستنوا الحلقه اللي جايه عشان تشوفوا حوارات حازم مع الجواز.